خبير اللوائح يؤكد أحقية الهلال السوداني في الصعود، ونهضة بركان هو اللي مش هيصعد، وإن شاء الله يحصل وإن شاء الله خير. لكن كثفوا الشير، كثفوا اللايكات، مش على الفيديو بتاعي بس، على أي فيديو يقابلكم لأي حد بيتكلم في القضية دي. فكل الدعم للهلال السوداني، وعايزين نوصل الفيديوهات بتاعة الهلال السوداني كلها لكل الناس اللي بتتكلم عليها ل 10000 لايك. ما تنساش الشير مهم جدا. ولو أنت مش متابعني، تابعني وتابع أي حد بيعمل محتوى يخص الهلال السوداني، لأن بجد القضية كبيرة جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وفيديو جديد يكون فيه خبرين على السريع. خبر الخاص باللوائح وليه الهلال السوداني ليه الأحقية ان هو يصعد، والخبر الثاني التعاقد مع موسى كانتي، وايه رايكم في هذا اللاعب. لكن في البدايه ما يحلى اي كلام الا بذكر الله، لا اله الا الله. صلى على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وجمعه مباركه على كل هلالابي وكل متابع بيتابعنا على الصفحه، سواء بقى زملكاوي او من اي انتماءات. فبخص بالذكر يعني الاثنين دول عشان هم دول اللي احنا شغالين عليهم الفتره دي وبنتكلم عنهم على طول. تعالوا نشوف الخبير القانوني او خبير القانون الرياضي المستشار كمال محمد الامين قال ايه. قال لك الايقاف المؤقت في الحالات المرتبطه بالمنشطات الزامي. معلش لو طال عليكم شويه دقيقتين ثلاثه، يعني مش كتير، بس عشان نفهم بالظبط هو بيقول ايه ونحاول نوصل صوتنا دايما. ويا ريت بقى الاتحاد السوداني يتحرك، مش هقول اكتر من كده. قال لك ان الايقاف المؤقت في الحالات المرتبطه بالمنشطات الزامي. قال لك ان سلطه رفع الايقاف المؤقت جائزه وتمنح للجنه التاديب التابعه للاتحاد الافريقي ولجنه الانضباط، ولكنها مقيده ضمن 4 حالات. قول لنا يا سيدي ايه الحاله الاولى؟ ان يكون اللاعب قد حصل على اعفاء علاجي معتمد مسبقا من الجهه الطبيه المختصه. الثانيه ان يثبت التلوث الخارجي بدليل علمي دامغ يثبت انعدام الخطا الشخصي للاعب كليا. والثالثه ان تقبل هيئه الاستئناف طعن اللاعب وتامر بتعليق تنفيذ الايقاف ريثما تبث في القضيه. والرابعة ببساطة انقضاء مدة العقوبة بصورة طبيعية. في حالة اللاعب حمزة المساوي أرى أنه تنتفي بصورة واضحة جميع ال4 مسببات لرفع الإيقاف المؤقت، لا سيما ما ذكر فيه صحيح القرار بتنازل اللاعب عن العينة به التأكيدية. لذلك فإن قرار رفع الإيقاف أن تبث صدوره بواسطة لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي سيكون قرارا معيبا وغير قانوني، ويفتح الباب للكثير من شبهات التلاعب، خصوصا صدوره خلال فترة زمنية ضيقة جدا من صدور قرار الإيقاف، وقبل أقل من 48 ساعة فقط، على مباراة الهلال ونهضة بركان، والتي شارك فيها اللاعب وتسبب في ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة منحت نهضة بركان التعادل، وبالتالي أحدث اللاعب فرقا جوهريا في هوية المتأهل للدور القادم. من ناحية السوابق توجد عدة سوابق تدعم كسب الهلال للشكوى. ففي العام 2023 أوقف لاعب تنزاني خلال دور المجموعات في دوري الأبطال، ثم تبين أن ناديه أشركه في مباراة لاحقة إبان الإيقاف بسبب خلل في قائمة التسجيل، فأصدرت لجنة الانضباط قرارها بتسجيل الخسارة للنادي المخالف بنتيجة 3-0 وهو الجزاء الافتراضي المنصوص عليه. وقبل ذلك في البطولات الأوروبية اللي بتسير عليها الكاف هديا في مسائل الانضباط صدرت عقوبات مماثلة في قضايا عدة، كان آخرها قضية نادي يوناني جرده الاتحاد الأوروبي من نتيجة مباراتين بعد ثبوت مشاركة لاعب موقوف بموجب لوائح المنشطات. اظن كده خلاص على اداره الهلال السوداني الاستعداد جيدا للمنازله القانونيه حتى اخر مرحله من مراحل التقاضي في محكمه التحكيم الرياضيه، وذلك في حال لم تتلقى الانصاف بواسطه لجان الكاف. مليون مبروك لشعب الهلال السوداني العظيم وجمهوره الكبير جدا الهلالابي المحترمين على التعاقد مع موسى كانتي لمدة 4 سنوات. قولوا لي ايه رأيكم في اللاعب؟ وفي ناس محروقين قوي 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 ان انتوا تعاقدتوا مع اللاعب ده، اللي يعرف يكتب لي هم مين في الكومنتات.